يا جماعه، واللي بيعجبني برضو ليه تفتح الاولاني طبعا مش طبيعي، طبعا. كاركتير مش طبيعي. انا بالنسبه ده؟ لي كمان نص الفيلم الاولاني ايه ده؟ عياط ضحك، عياط ايه ضحك. ده؟ بوحه، انا بالنسبه لي بوحه من العلامات، ما بوحه طبعا من العلامات. طبعا، ومثلت مع مسرح اوكي. بكى الدهنه. اه مش قادر، كنت بضحك ده بتضحك على المسرح اوكي. قدام الناس، وانا ما بعملش كده وانت تشهد. ايوه. لا عادي يعني، في الخفيف. نفتكر محمد امام تجربتين طبعا. انت بتحبهم ودايما بتتكلم طبعا. عليهم حلو قوي. طبعا. كابتن مصر وجحيم في الهند. أوي. كابتن مصر ده كان ده الحلم بقى. الشناوي. ده ناس غلابه، اه دي حالتنا الحقيقيه. ايوه. محمد امام اللي قاعد كتير قوي مستني الحكايه، مستني الفرصه، احنا طالعين بنتحسس الحكايه. انا فاكر لما انت كلمتني ولا مين اللي مش فاكر، كنت في اسكندريه بعرض عرض مسرح وقريت وكان هو احلى دور على الورق. شناوي. يعني الدور اللي كان فيه ملمح ومظبوط برضه. فاكر يا فتحي السفريه بتاعت العين السخنه؟ يا نهار اسود عليا وعلى ما هو ده في كابتن مصر. كابتن مصر. احنا قعدنا في اوضه كلنا، كل هذه الباقه. لا فاكر انت الاول هو كان لعيب، قلت لك لا انا مش هقدر اجري. هو شناوي ده كان لعيب. لا احنا قلت لك لا مش هتقدر تجري جون. فبقى جون. بقى زفت اكتر طبعا في عشان تدريبات. يفضل واقف. ولما كنت بتتدرب مش عايز تعمل حاجه. ايوه بالظبط كده. بس فاكر اخر يوم في تصوير الفيلم خلص تصوير طبعا، وقعدنا في الاوضه دي اللي طلعت ايه يا فتحي؟ مولد فيلم جديد. ايه هو؟ جحيم في الهند. دي اللي طلعت الفيلم. دي بكى 48 ساعه من البكى الضحك المتوسط في الاوضه دي. في الاوضه. نيجي وانت عندك ولا عند امام؟ دي كانت عندي. عندك انت؟ كانت عندي في الاوضه. ايوه. وقعدنا انت بتحكي على دموع وتحكي لي نكته، قعدت تحكيها متهيألي 66 مره. انت بتيجي عند اولها وتضحك. مش هينفع نقولها يا جماعه. لا مش هينفع نقولها، بس انت بكى الدموع، النضاره شبرت. طبعا انا كنت بقع في الولد دخل قال لك بس الناس دي مش هنا ولا ايه؟ مش موجوده. فهنا ابتدى كان بس لحظات لا تنسى. ده من ايه؟ الحب بقى. الحب صح. كابتن مصر ده باين فيه الحب في الشاشه، والناس كانت بتقول لي لحد النهارده. وده النجاح. صح. طب في فيلم مثلا معين عايز تمثله؟ في فيلم مثلا قديم نفسك تعمل له ريميك زي مثلا؟ طب انا اقول لك افيه عالي قوي. انا ساعات بيجي لي رهصات كده، فانا بعشق محمد خان. اوكي. استاذ الاساتذه. وعاطف الطيب. طبعا ده استاذ الدنيا، سواق الاتوبيس يا لهوي. فاكر عندنا كلام عليه قريب. طبعا. فانا بحس لما بشوف ان احنا ما جيناش. فمره حاجه جه والافلام كلها بتاع الناس دي لما بتيجي انا لسه بتفرج على التلفزيون. بتفرج. اوكي. يشدك الهروب. فانا فاكر احنا لما عملنا اللحظه بتاع الهروب في كابتن مصر. طبعا. فراح قلت سرحت كده، قلت ماذا لو ان احمد زكي كان العلاقه مع الرقاصه، تخيل هو مات والراجل مات، الرقاصه عاشت، كانت حامل، ابنه اتولد بقى كبير دلوقتي، بقى راجل عنده يجي 50 سنه وجاي يجيب حق منتصر بعد والله. بس ده هيبقى كوميدي برضه. طب انت لو ما عندكش تصوير بتعمل ايه يا فتحي؟ ايه بقعد على الكنبه. عندي كنبه كده. والقهوه. وفي القهوه ساعات. في القهوه برضه لازم تقعد على القهوه شويه. او بنتقابل بس والله. اوكي. في المحيط الرفيع ده. بس انت عارف ان هم 4 5 طبعا مش كتير. بس انما معظم الحكايه لا اما قاعدين على الكنبه لا اما كده بس. طب انت في حاجات بتعصبك يا فتحي؟ بتعصبك قوي؟ طبعا. زي ايه؟ كذب. تحوير. اوكي. الحاجات اللي هم انا وانت عارفني ان انا حاد. كريشه. وما بعرفش احور. واللي عايزه بقوله. وطيب جدا كمان. طيب طبعا. ولكن انت بيتاخد عنك ان انت يعني انا مثلا عايز حاجه اقول لك يا ميزو انا كذا. انما التاني هو طحينه كتير خلاص صح. انما بس انا لا مش بعرف. طب انت بتعصب حد؟ ممكن مراتي.
بس أنا قصدي مفيش حد ممكن توصله انه يتعصب قوي وتضايق حد قوي ولا ما تضايقش حد؟ لا ممكن اضايق حد بس اعصبه لا، ما اعرفش. اوكي، ممكن تضايقه بس بالغلط ولا تبقى قاصد؟ لا لو حد ضايقني ده اللي انا بضايقه. اوكي، انما غير كده لا هضايقه ليه؟ حرام. لا. انا قصدي مثلا حد ما تاخدش بالك ان هو مثلا ضايقه، لو حد اتضايق انت بتيجي اه طبعا لو حد اتضايق انا ممكن اكون عملت، ما انا برضه ما احنا هنرجع لاول الحكايه ان في برضه ايه، في حاجات انا ما بتجيش في مخي. والمصحف الشريف طبعا يا ميزو في حاجات ما بتجيش في مخي. امم يعني ايه ده؟ يا نهار ازرق ده كده غلط. انما لو كده لازم اعتذر له وطيب زي ايه خاطره. مثلا؟ اي حاجه. امم يعني اي حاجه ما بتجيش في مخي ان هي يعني ممكن مش عارف اي حاجه، موقف على الهوا كده ممكن ما باخدش بالي من الحاجات. اوكي يعني مش الناس الحريصه اللي بتفهم، لا انا مش هقول له كده، لا ايه وخلاص. صح. وطحينه بقى ممكن راجل يخبط في حاجه كده يعني مثلا يعني. انما لو هو حد ده بحاول الم بقى طبعا حرام. وانت لما بتعمل هي وبتاع ما تاخدش بالك بزعل تلاقي نفسك انت من نفسك بتكسف بقى. بتتكسف. مم. لا وكده يعني. بتحب الحيوانات يا فتحي وحاجه كده؟ لا خالص. لا. ولا قطط ولا تربي حاجات في لا البيت لا ولا لا اربي ايه اربي ايه، كنت أوكي. ربيت نفسي. بس ما بتخافش؟ لا بخاف. بتخاف من يا لهوي رغريته. بتخاف وما بتحبش؟ ما انا بخاف عشان مش عارفها، مش أوكي. عمري يعني مش بقلق. هل حصل لك حاجه قبل كده؟ في امبابه مره كلب جري ورايا بس انما عادي يعني. اوكي. انما انا مش شو ما فيش. لا مفيش. لا لا ما فيش. ولو عندك كلب اقول لك طب ما شيله عبال ما تشيله. يجي كده اهو. ماشي. مين لما بيكون عندك مشكله بتكلمه يعني بتفضفض معاه او بتحب تفضفض معاه غير مراتك؟ الالماني اوكي. شمجت ساعات انت اوكي. لو انا عايز استشارات يعني. اوكي. ليا صاحبي الصحوبي يعني اللي دايما بفضفض له، علي كمال في زعنفه الصغيره. ما عنديش ناس كتير. ما انا بفضفض يعني. لما بتضايق اوكي كده يعني. انا بلجأ ليكم لما اكون عايز حاجه في حاجه يعني. عمرك فضفضت مع حد ما تعرفوش؟ لا لا ممكن نتكلم برغي انا. انما ما افضفض لا. وفجاه انت في وسط انا مش عبيط للدرجه دي يعني. لا استاذ احمد مش قصدي لا انا عبيط فعلا بس مش للدرجه دي. بس انا قصدي انت ممكن في وسط القعده فجاه تبقى قاعدين بنهزر فجاه تلاقي حد، هو مين ده اللي قاعد بقالنا ساعه بنتكلم؟ انت بتعمل كده بقى صح؟ لا ومعاك ومع اصحابي ممكن اهيص. وممكن لا صح دي صح. يعني مع اصحابي المقربين معاك وانتوا فجاه ما الاقي انت ايه ده؟ وصح بيحصل ده. ايوه بتتخض. بس انا ما انا بقول لك دي بقى الطحينيه. اوكي. ما بقاش واخد شفت. انما لو انا عندي واحد ما ينزل نبقى نتكلم لا وهيص. طب انت بتحب الاكل يا فتحي صح؟ يا لهوي احنا انت عارف انت يا لهوي احنا كلنا بنحب الاكل طبعا. بص ده ايه ده؟ المتعه الوحيده. الاكله اللي بتحبها قوي ايه؟ اي حاجه فيها روح. اوكي. بحب الحيوان قوي. اي حاجه. اوكي. ارنب وز ماشي، ارنب عجله اي حاجه. اوكي. اي لحميه. انت بتطبخ يا فتحي؟ لا خالص. نسرين ما بتدخلني. ما بتدخلكش؟ مع ان انا كنت بعرف زمان عشان بعوق الدنيا. تقول لي لا انا هعمل كده او نجيب كده يعني. اوكي. بس انت عملت كوارث يعني في المطبخ؟ بوسخ الدنيا. بوسخ ده هي عشان هي عندها شياكه في الحاجات. بس انت يعني مثلا طب انت هي لما مثلا نسرين مسافر تخش تعمل نفسك اكل؟ لا ما انا هوسخ. ولا ما بحبش اوسخ البيت عشان هي بس ممكن الوش. يعني ممكن تعمل مثلا بيض اومليت وتعمل مش عارف ايه بتتعشى لا مش كده. ممكن لو ظابط هقوم اعمل مش بطماطم. اوكي. ده انا هقول لك الفوبيا اللي عندها يعني مثلا ايه. اكتشفت هي ما بتقوليش بس اكتشفت مؤخرا ان هي لما بجيب سمك بالذات مشوي وحاجات كده الريحه بتبقى فعلا قويه. هي الحاجات دي ما تستهواش. الكلام ده من شهرين. بقى لنا حوالي 22 سنه متجوزين لسه فاهم دلوقتي. وما لقطتش. بص عشان اللقط اللي بقول لك عليه ما بلقطش والله ما بلقط. متاخره قوي. ما بلقطش لحد ما هي خلاص بقى. طب انزل مع زمايلك. بتحب تاكل مع مين؟ مين اللي بيفتح لك نفسك في الاكل؟ اصحابي. اوكي. انتوا مثلا بحب اكل معاكم. انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. اما باكل قدام حد غريب بحس ان انا ما شبعتش. اوكي. تخيل والله العظيم. اصحابي اللي انا بحبهم نقعد ناكل مع بعض تبقى هيصه.
بحب انتوا مثلا، زلومه برضه شيكو. طبعا. كلنا. طبعا. الالماني بقى يقول لك اصل مشويات ماشي. والجاز ومفيش حاجه بتحصل. هو صح. قمر. كده. الالماني احسن واحد، الامانه، جدعنة الدنيا. في مواقف تحب